مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هيحصل ايه لو بني آدم قعد مع الشيطان وقعدوا يسألوا بعض بكل اللي في نفسهم؟ التحاور بينهم هيبقى شكله ايه؟ هنا بقى جات لنا فكرة. على مدار 15 حلقة، كل حلقة فيها سؤالين. يوسف هيسأل الشيطان، والشيطان ليه فرصة يسأل يوسف أي سؤال، ولازم الاتنين يجاوبوا بكل صراحة. وهنشوف رد كل واحد هيبقى مقنع وصريح ولا لأ. تقول عليه مسلسل، تقول عليه بودكاست، الهدف واحد، وهو الفائدة والاستمتاع. ما تعرفني كده، مين أكتر ناس بتتعبك؟ في ناس صعبين انهم بيبقوا متمسكين بدينهم وعهدهم جامد قوي، وبيفكروا مرة واتنين وتلاتة في كل لحظة في حياتهم، وقاريين كلام كتير والكلام اللي مأمورين بيه مقتنعين بيه قوي. دول بيبقوا زي تحدي مع نفسي. بالنسبة لي بشتغل عليهم كتير. في اللي بياخد مني وقت بسيط، وفي اللي بيقع في الآخر. وفي ما بيقعش، صح؟ قول بصراحة. في مهما عملت مقتنعين بعهدهم. كمل كمل. بيتعبني اللي متردد ومشي معايا سكة صغيرة بس دماغه شغالة، فرجع، بس بسبب تردده بقدر ارجعهم تاني. بس بيتعبني اكتر اللي عارفني وقرا عني كتير. ما يقدرش يأذيك بقوة الا اللي يعرفك صح. بني ادمين كتير يعرفوني ويقدروا يمسكوني من نقط ضعفي اللي هم عرفوها، فبيبقى متعب بالنسبة لي جدا. حتى لو كان مقتنع بيا وفكر صح وعرفني بجد، ممكن ما يرجعش على طريقي تاني. لا، وكمان بيبدأ يضايقني بقى، يبدأ يمشي صح وينصح غيره وياخد بإيد ناس معاه في الطريق الصح غير طريقي أنا. فبيبقى شخص متعب ومؤذي بالنسبة لي. ما انت تخاف أكتر من اللي ما يعرفش يموتك بس معاه طريقة ازاي يوجعك. وفي أقعد أوسوس لهم وهم يبقوا خلاص أنا قربت أخليه يقع في المعصية، ويجي يمسك نفسه في الآخر ويعصاني. أنا ده بقى بيضايقني جدا. بعد كل تعبي معاه ووسوستي ومقتنع بيا تماما، معرفش ايه يحصل الاقيه اتحول فجأة وبقى بعدني عنه، مش على النهج الصح. انا ببقى متضايق بقى من كده. مشيئة ربنا، الحمد لله. اتفضل اسأل. عمرك حسيت انك محتاجني جنبك؟ اعمل حسابك، احنا اتفقنا نتكلم بصراحة. بصراحة، للأسف. حسيت في أكتر من مرة إن إزاي أعمل الشر وآخد حقي بطرق صح، أو مش صح بس آخد حقي وأذي المؤذي. عدى عليا فترة كده كنت شخص تاني خالص، بعمل الغلط بكل أنواعه. ربنا ما يرجع الفترة دي أبدا. كنت ساعتها لما أحس بالضعف أو الكسرة أو إني زعلان بسبب شخص معين، بحس كده إني محتاجك تخليني أعمل أي حاجة عشان أذيه. ببقى عايزك تخليني متعصب وأفش غلي من غير ما أفكر في أي حاجة تانية. بس في الآخر اكتشفت إني كنت غلطان قوي. أصل لما دايما بحتاجك أبقى عايز أنتقم أو عايز أعمل الشر، طب ليه؟ طب ما أنا أهدى وآخد حقي بالعقل وبالطرق الصح، وفي نفس الوقت ألاقي ربنا بياخد لي حقي من كل اللي ظلموني من غير ما أذي أي حد. فخلاص أنا مش محتاج حاجة تانية. فوضت أمري إلى الله وهو قادر على كل شيء. يبقى أسمع كلام ربنا أحسن. واقتنعت أكتر لما الفترة دي لما خلصت من حياتي، لقيت نفسي بقيت مرتاح، وما بقيتش أقع وسط ناس تخليني زعلان أو أبقى مش محبوب. بقيت مبسوط من كل جانب. أنت لو مكاني كنت هتفكر للحظة إنك ترجع تفكر بالطريقة غلط؟ مع نهاية حلقة النهاردة، أحب أشكركم على وجودكم لنهاية الحلقة، وعايز أعرف رأي كل واحد فيكم. وأتمنى يكون هدفنا اتحقق إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش كل يوم الساعة 9 حلقة جديدة وتحاور جديد بين العبد والشيطان. شكرا.